بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة عند ربنا الفرائض. بتبحث عن ليلة القدر اللي 27، لا ابحث عن ليلة القدر في شوارع المسلمين قبل ما تقعد في الجامع. الناس اللي متدارية في البيوت اللي مش لاقية اللقمة، الناس اللي منعها العفة والكرامة انها تمد ايدها. ابحث عن ليلة القدر عند اختك اللي انت كاسر بخاطرها ومش عايز تكبر بخاطرها. انتوا فاهمين، اكتر الناس فاهمة الدين غلط. مشكلة كبيرة، مشكلة. ليه بتتناول مع الله؟ مش عايز اخرج بره الموضوع. الاستغفار، انت طلعت من النهارده ادمنت الاستغفار، وانت طالع من البيت استغفر الله، وانت رايح الشغل استغفر الله، وانت في عملك استغفر الله، وانت في المواصلات استغفر الله، وانت في المسجد استغفر الله. بل ان نبينا محمد اداك علاج يحل لك ازمتي الدنيا والاخره. لا في هم دنيا ولا اخره. اللي عنده هم واللي عنده غم واللي عايز رزق من حيث لا يحتسب يسمع ماذا قال رسول الله. قال من لزم الاستغفار. وما تعديش كلمة لزم. اللزوم هنا بمعنى المصاحبة. تصاحب الاستغفار، تدمن الاستغفار ليل نهار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، الله أكبر، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. المشكلة فيك انت بقى، يا إما انت مش موفق يا إما انت مش مصدق النبي. مؤكد كده. انت غرقان في الذنوب والمعاصي ومش عايز تستغفر. سيبك النبي الذي قال له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك. سيبك النبي أعظم من مشي على الأرض قال له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. آية في القرآن متجابها من عنه. في رواية في السنة رسول الله كان يستغفر في المجلس الواحد 70 وفي مجلس ثاني كما قال ابن عمر 100. انت بتستغفر كم بقى؟ وهو رسول الله الذي لا يحتاج ان يستغفر مرة. مش محتاج سيدنا النبي. اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، اول من يمسك بحلق الجنة وبيستغفر في المجلس 70 مرة وانت مكبر دماغك وشاغل نفسك بالسوبر والدوري وكاس العالم والصفقات والاهلي والزمالك، وهتضيع عمرك اونطه. يمين بالله عمرك هيروح اونطه. العمر واحد عشان تعيش محترم هناك وتموت موته محترمه وربنا يرزقك حسن الخاتمه. ربنا بيقول لسيدنا النبي ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. عارفين اليقين هو ايه؟ الموت. يعني افضل اعبد ربنا لحد ما روحك تطلع. طب ما انا بعبد ربنا، انت فين بعد رمضان؟ جلبت على الوش التاني مع ربنا ليه بعد رمضان؟ في حديث في الصحيح صلى على سيدنا النبي. سيدنا النبي بيقول ايه؟ شر الناس منزلة يوم القيامة ذو الوجهين. يعني بالبلد كده أشر الناس يوم القيامة بوشين. من ذو الوجهين يا رسول الله؟ قال من يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. قال شيخنا الشعراوي تعليقا على هذا الحديث: إذا كان الذي يأتي الناس بوجهين أشر الناس منزلة يوم القيامة، فكيف بمن يأتي الله بوجهين؟ اللي ماشي مع ربنا بوشين، في المسجد بوجه، يطلع بره المسجد بوجه، عندما يبيع بوجه، عندما يشتري بوجه، في الحج على عرفات بوجه، وعندما يعود من الحج بوجه، مع النساء
حتى كما قال الإمام السعدي: أصبح ذو الوجهين عملة نادرة. أبو وشين حتى عاد عملة نادرة. قالوا من إيه؟ قال: والله إني لأعرف ذو الوجهين وذو الثلاثة وذو العشرة وذو العشرين وجه. تلاقي موقع الشرع كله في بعضه، وموقع الدار في بعضه، ومخليه جوزها ما يروحش منه ولا يروح لاخته، وحط لك على صفحتها على الفيسبوك: دعاء يونس في بطن الحوت. يلاقي حوت ياكلك ويريح البشريه منك ومن اشكالك. وقع الدنيا بعضها يقول لك: لا اله الا انت سبحانك، على الصبح كده على الفيسبوك. هو ده اللي بقول لك عليه، على الفيسبوك بوش وفي الحقيقه بوش ثاني. لماذا تتلون مع الله؟ كن مع الله بوجه واحد. وسيدنا يوسف لما كان في السجن قالوا له ايه؟ إنا لنراك من المحسنين. حتى هو في السجن بوجه واحد، لما اخواته دول اعترفوا ان هم عملوه وطلبوا منه العفو والسماح. طب فكر ايه يا سيدك انت ولا حطيتوني في الجب ليه وانا صغير؟ وحرمتوني من ابويا ليه؟ وحرمتوني من بلدي ليه؟ وحرمتوني من طفولتي. انتوا شفتوا لسه حاجه؟ ده انا هوريكم اسود ايام. لا، يوسف بوجه واحد قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. عارف يعني لا تثريب؟ يعني لا عتاب. يعني حتى يوسف عليه السلام مش عايز يفتح الموضوع، انما انت عايز تفتح قبر وتدفن اخوك في صاح حي. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. يا عم ما عادش تدعي. يا عم الحاج هينصرهم ازاي يا عم الحاج وانت فيهم؟ ده انت حرام يالا. عم تقول اختار، ده انت بتاكل تغش في البيع والشراء وبتعمل سؤال وكذاب، ويجي الناس يقول لك: اللهم اغفر لاخواننا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين. عايز الامه تنتصر. انتصر ازاي يا عم الحاج وانا مش عارف اشد اللحاف واقوم انزل اصلي الفجر في الجامع؟ الصلاه خير. لا، النوم خير من الصلاه. احنا جربنا. امه في غفله، امه في سكره، حتى صارت قصعه مستباحه لكلاب الارض. لازم تراجع نفسك في المعاملات مع الله ومع رسول الله ومع الناس حتى ينصرهم الله. فهذا الدعاء كما قال النبي: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. شوف بقى ابليس في الاثر بيقول ايه؟